من نضاره ولا النادي الاهلي وهو في الصداره؟ قولوا لي بطلي عبط يا خلود، اكيد النادي الاهلي في الصداره، مش محتاجه كلام. حبايب قلب خوخ، النهارده هقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي وهخش في الموضوع على طول، مش هعمل مقدمات. يعني ايه جوزيه جوميز؟ يعني انا بقرا الخبر عماله اقرا واقول جميز جوميز جاي الاهلي بدل من تراب. يا مصيبتي يا لهوي يا خراب، مين فاضل ما نجيبه تاني؟ مين اللي بيحدف لهم الكور هناك في نادي الزمالك؟ نجيب على اخري داخل النادي الاهلي ان هناك تفاوض مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي تولي مهمه تدريب النادي الاهلي عقب يستروب. لنا عارفين ان يستروب فاضل له 4 مباريات، خلاص مش هنشوف وشه تاني والحمد لله، خلصت ليالينا سوا. خلاص يا حبايب قلب خوخ، ان جوزيه جوميز رحب بالفكره جدا، ما عندوش اي مشكله ان هو يجي يدرب النادي الاهلي، والموضوع بتفاوض ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين جوزيه جوميز. هناك انقسامات داخل جماهير النادي الاهلي، في جزء عاوز جزء رافض، معرفش انتوا من ايه، فانتوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا رافضين ولا مش رافضين ولا عاوزين ولا مش عاوزين. قولوا لي رايك ايه يا خوخ، انا ما بقولش راي، بطلت اقول راي، الراي رايكم والشورى شورتكم، انا مش حملكم. لقناه اون تايم سبورت في الراديو ان خلاص عمر كمال عارته مع سيراميكا كيلوباترا انتهت وعاد للنادي الاهلي. بالنسبه لمحمد شكري فهو بيع نهائي للنادي الاهلي. بالنسبه لاحمد رمضان بك عارته انتهت مع النادي الاهلي وهيعود، اقترب من العوده الى سيراميكا. ما كل دولت لسه الموسم ما خلص، يعني اعارتهم انتهت، عمر كمال اعارته انتهت فهيعود النادي الاهلي، محمد شكري بيع نهائي، بيكهام هيعود الى سيراميكا، اقترب لسه الموضوع مش اكيد. حبايب قلب خوخ، الفترة الأخيرة سمعنا إن زيزو ماشي من الأهلي. النهارده والد زيزو في تصريحات طلع وقال إن مفيش أي صحة ما تردد إن زيزو ماشي من النادي الأهلي، قال إن في إن هم الناس قالوا إن هو جاله عروض سعودية. زيزو مستمر مع النادي الأهلي، عاوز يصنع التاريخ ويصنع البطولات ويصنع الإنجازات وكتاب الله، وإحنا كمان يا زيزو. وأيضا بيقول إن في ناس ربطت بيقولوا إن إبراهيم عادل، طبعا لو أنتم متابعين فيديوهاتي، لكن أنتم مش متابعين فيديوهاتي فأنا مش هتخانق معاكم لأن أنا تعبان. طبعا قلت لكم إن إبراهيم عادل بيقترب من الانضمام للنادي الأهلي. في ناس طلعت ربطت قالت يعني إن زيزو وإبراهيم عادل جه فزيزو ماشي، وابراهيم عادل ما جاش زيزو قاعد. طبعا والد زيزو نفى كل ده، انا ما اعرفش مين اللي قال الكلام ده، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. زيزو مستمر مع النادي الاهلي ومبسوط ومرتاح، وبصوا يعني شغل مهرجانات في غرف خلع الملابس. قال لك ان هو برده ما جالوش عروض سعوديه بس، ده الناس قالوا كمان ان هو جاله عروض اماراتيه. والد زيزو لخص الموضوع وعجبني قوي اخر كلمه قالها، قال لك ان زيزو رفض عروض بملايين اضعاف النادي الاهلي عشان يجي النادي الاهلي، فهو مش هيمشي من النادي الاهلي نهايه الموسم ولا اول الموسم ولا اخر الموسم. شدوا بلاستر واسكتوا عشان خنقت انا وبابا زيزو. على حاجه حبايب قلب اخوك، انتوا عارفين ان انا ما بخافش، يعني في لعيبه جت النادي الاهلي سواء بن شرقي او امام او زيزو جبناهم من نادي الزمالك، لكن يمكن اكتر واحد حبيته هو زيزو. عارفين ليه؟ عشان زيزو اهلاوي اصلا، بس هي الفكره كلها في المدرب ان هو مظلوم الفتره دي، مش هو بس، جميع لعيبه النادي الاهلي مظلومين، المدرب صعب. يمكن هو اكتر واحد من اللي جبناهم من نادي الزمالك انا بحبه وعاوزاه يفضل موجود في النادي الاهلي، انه فعلا اهلاوي من صغره، ده بجد مش هزار. وايلا الغالي طبعا حبايب قلب خوخه، كلنا قاعدين منتظرين الاستاد الجديد بتاع النادي الاهلي اللي هيفتح طبعا في الشيخ. خلاص الاستاد حصل على الموافقه الامنيه ان شاء الله، الافتتاح في 2029. تعالوا اقول لكم بقى حاجات كده عن الاستاد بتاع النادي الاهلي، متحمسه جدا اروح بجد والله. الاستاد الساعه بتاعته 45,000 متفرج ويتملي خلال 8 دقايق. ليه يتملي خلال 8 دقايق يا خوخ؟ لان هم عاملين له ممرات خلال 8 دقايق الاستاد كله يتملي. عظمه، الله اكبر، عظمه طبعا لله وحده. ولكن الاهلي بيعمل حلويات، مصنع القطايف واللطايف هو النادي الاهلي. والله كانت ويت اللي انا اروح الاستاد. طبعا حبايب قلب خوخه، كلنا عارفين ان بكره في مباراه ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز. بكره ده يعني اللي هو الخميس، عشان ما اعرفش انتوا تتفرجوا على الفيديو امتى. محمد الغازي حكم للمباراه، وهناك لعيبه من فريق بيراميدز مهدده بالغياب امام النادي الاهلي اللي هو المقرر للمباراه يوم الاثنين المقبل مع النادي الاهلي. هل محمد الغازي ينسى الانذارات في البيت؟ هذا ما سوف نعرفه نكست. ايضا محمد غازي ادار لنادي الزمالك 4 مباريات، الزمالك كسب ال4 مباريات دول بكره. اتمنى ان انا ما افتحش بكره المباراه الساعه 8 الاقي الزمالك محسوب له ضربه جزاء، واتمنى انتوا تحكموا بين الناس ان تحكموا بالعدل. زي ما قلت لكم ان النادي الاهلي عنده 4 مباريات بدايه من يوم الاثنين المقبل، جمهوره ده حماه، المباريات صعبه، الموضوع مش سهل. انا مش هعمل حاجه غير ان انا هدعم، مش عاوزه من لعيبه النادي الاهلي غير هي تستعيد روح الفانيلا الحمراء فقط. على اي حد بيشوفني يا ريت لو انت معروف مش عاوزين نعمل اي حاجه الفتره دي غير ندعم. كوكا يبدا، عمرو اتصاب، معرفش مين حلو، تكره مين بتحب مين، هندعم الرجاله دي. اني انا واثقه بربنا لو عندي بس ثقه 1% في اللعيبه، 99% ايمان ان النادي الاهلي هياخد الدوري. قولوا عليا بقى مجنونه، قولوا عليا هبل، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب ال4 مباريات اللي ليه القادمه، الزمالك يخسر مباريتين ايا كان المباريتين. ما حدش يجي يقول بكره الزمالك كسب بيراميدز وانا بقول لكم ان الزمالك هيكسب بيراميدز، تقولوا لي بقى بقر وبحث ماشيين زي السكينه في الجاتو.
القطر ماشي ما بيعطل. هيكسب بيراميدز. مش هنفقد الامل، خلي بالكم انه ممكن الزمالك يخسر من انبي، يخسر من سيراميكا، يكسب بيراميدز عادي. ان شاء الله يخسر مبارياته امام النادي الاهلي، يكسبهم، يخسر انبي جايبين كهربا ورفاقه، سيراميكا عمرو السوليه ورفاقه، يبقى بدل ما يخسر 2 يبقى يخسر 3، يبقى كتر الف خير، وهناخد الدوري يا حباب قلب اخوك ان شاء الله. طبعا كل حاجه بمشيئه ربنا، نكثف دعوات، احنا في ايام جميله، ان شاء الله الدوري في الجزيره.